بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد ما تم تجهيز الخبز نقوم الآن في أحد مخيمات الأسر المنكوبة بتوزيع هذا الخبز، وذلك دعما لصمودهم وثباتهم وتخفيفا من المعاناة التي يقوم بها. بارك الله في مؤسسة وقف يتيم الوقف على هذا الجهد والعطاء، وبارك الله فيه وجزاه الله عنا خير الجزاء. الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اليوم الجمعة 31 من مايو نقوم بتجهيز الخبز البلدي بدعم من مؤسسة يتيم الوقف، وذلك توزيعه على الأسر النازحة في مخيمات النزوح والأهالي المنكوبة بسبب العدوان الصهيوني على قطاع غزة الحبيب، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاعنا الحبيب مع غلاء المعيشة وعدم توفر المواد التموينية، حيث يعتبر رغيف الخبز هو القوت الأساسي واليومي الضروري في كل بيت فلسطيني لا غنى عنه. لذلك نقوم بكل الشكر والتحية والعرفان لمؤسسة يتيم الوقف على هذا الدعم وعلى هذا العطاء وعلى هذا البذل منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة. بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين. نتواجد اليوم في أحد المخيمات بمدينة خان يونس بمواصي رفح لتوزيع طرود الخضار على أهلنا النازحين بتبرع كريم من جمعية يتيم وقفي اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024. فبارك الله في مؤسسة يتيم وقفي وجزاهم عنا خير الجزاء وأخلفهم خيرا عما أنفقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الناس عند الله أنفعهم للناس. مع استمرار العدوان الصهيوني واستمرار حرب الإبادة الجماعية بحق أهلنا في قطاع غزة، تقوم مؤسسة يتيم الوقف بدعمها لأهلنا النازحين بمدينة خان يونس، حيث نقوم اليوم السبت الموافق 1/6 بإعداد وتجهيز طرود الخضار لتوزيعها على أهلنا النازحين بمدينة خان يونس. فبارك الله في مؤسسة يتيم الوقف وجزاهم عن أهل غزة خيرا وأخلفهم خيرا عما أنفقوا.